كل طالب وقت الفاينلز بيبقى تقريبا عنده صوتين في دماغه، تحس كأن واحد على يمينه وواحد على شماله، الخير والشر، ملاك وشيطان، قاعدين هما الاتنين في دماغه. واحد يقول لك يلا مفيش وقت للتفسير، يلا نبدا، مش هنلحق يا ابني، يلا بينا. وواحد تاني يقول لك طب ما نقوم نرتب المكتب، نظبط الدنيا، ونقوم نشتري بقى الاقلام اللي احنا بنحب نكتب بيها من على المكتبه اللي على اول طريق الصحراوي، يعني قريبه يعني حوالي سكه 6-7 ساعات رايح جاي. ولازم بقى ننزل نجيب اقلام الهايلايتر عشان نهايلايت المعلومات. امال المعلومات هتثبت ازاي يعني من غير ما نهايلايتها؟ يعني المعلومه تبقى مش متلهلطه. ازاي المعلومه مش متلهلطه؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. المهم ان دماغك بتقعد تشتغل عليك وتقعد تقول لك المذاكره مش هتنفع والمكان مش مترتب. اكيد التركيز هيجي وقت ما يكون المكان نظيف، فاحنا لازم نقوم ننظف المكان الاول عشان نعرف نركز. بعدين بقى جزء يشتغل عليك يقول لك طب الحمد لله احنا رتبنا المكتب، يلا بقى نبدا. الجزء التاني يبتدي يشتغل عليك يقول لك يا عم لسه بدري، اليوم لسه طويل، اليوم لسه في اوله، انت بتستعجل ليه؟ تقعد بقى مقضيها هق ومق ودربق وسايب المذاكره اللي عليك بحجه ان لسه بدري، اليوم طويل. اكتشف فجاه ان سبحان الله في اذان بيأذن، الاذان ده تفتكره وليكن لك ان هو اذان العشاء، بس الحقيقه هو اذان الفجر. تقول عادي يعني نبدا من بكره، ايه يعني اللي هيحصل؟ بكره ان شاء الله نصحى بدري قوي نكسر الدنيا. وبعديها تكتشف اصلا ان بكره الامتحان. كل سنه وانت طيب. تظبط معنا. واكتر حاجه متخلفه ان انت تقعد تقول لنفسك انا هبدا بكره، انا هبدا بكره، انا هبدا بكره. حد ضامن النهارده اصلا عشان تبقى ضامن بكره؟ فانت تحس كده ان مخك بيقعد يشتغل عليك ويسوحك وياخدك ويلفك ويجيبك وياخدك في كذا مرحله كده عشان يقنعك بحاجات عكس بعض، هي الحاجه وعكسها. فانت تقعد تقول لنفسك هو انا مجنون، هو انا متخلف، يعني هو انا عندي انفصام او عندي بوردر لاين، هو انا مريض؟ انت مش مريض ومش متخلف ولا اي حاجه، عادي، كلنا كده، كلنا عندنا شخصيتين هنا، حاجه وعكسها، ده طبيعي. في ناس كتير كده الحقيقه. فانت تخش في مرحله طيب يلا انا هبدا، انا عايز ابدا، طب هبدا منين؟ فتبتدي ان انت تتوتر تقول طب يلا نراجع القديم، جزء منك يقول لك طب والجديد، طب والكويز اللي احنا بنحلها من اول السنه، طيب بنك الاسئله اللي نازل، لا انت هتقرفوني، طب مش مذاكر بقى. بعد كده تقول لنفسك خلاص طب احنا نشوف الملخصات، خلاص بقى انتهت حلول الارض. تقعد بقى تقلب 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 زي المجنون، حرفيا زي المدمنين. انا هراجع القديم ولا اذاكر الجديد ولا ابدا من الاول ولا افتح اللي ما اتفتحش ولا اقفل اللي ما اتقفلش ولا اعمل ايه بالظبط؟ وفي الاخر صمت، صرصور الحق، ما بتعملش اي حاجه. طب ليه بقى؟ ليه رغم ان انا بفكر كتير وبقعد اخطط وبعمل جداول وبقعد ارتب المكتب وبقعد اجيب اقلام واقعد اجيب الكتب واحط واخش على الجروب بتاع الدفعه واطلع الحاجات القديمه واقول انا هذاكرها، ما بعملش اي حاجه في الاخر؟ هل انا فاشل؟ لا انت مش فاشل، انت بس كتر التفكير الكتير بيديك احساس ان انا ذاكرت، او بيديك احساس ان انا بذلت مجهود، فانا طاقتي خلصت، فانا خلاص تعبت. التفكير الكتير بيديك احساس ان انت productive او ان انت منتج، بس انت الحقيقه ولا productive ولا منتج، هما الاتنين نفس الحاجه بس انت ولا حاجه فيهم. انت بتحس ان انت انجزت حاجات رغم ان انت ثابت مكانك. ده ليه؟ ده عشان انت بتتكلم كتير وبتفرق كتير، فانت بتقنع عقلك وبتقنع مخك ان انت اوريدي ذاكرت. لما انا اقوم ارتب المكتب واقوم اجيب الحاجات اللي انا بحب اذاكر بيها، واقوم اجيب الملخصات او اجيب الكتب وابتدي اسمي الله وابتدي ان انا اذاكر، فانت كل الحاجات اللي انت عملتها، البروسيس الكتيره انت عملتها قبل ما تذاكر دي في حد ذاتها حسستك ان انت ذاكرت. وتلاقي بقى فجاه دخل عليك العدو الحقيقي وهو التليفون. بس تيك توك مش هيعملوا حاجه، يعني مش هيضيعوا يعني اول الجمهوريه او هيضيعوني من ترتيب ان انا المركز الاول مع مرتبه الشرف. هبقى المركز الاول بس من غير مرتبه. تستحق بريك بصراحه، انت راجل تعبت معانا، فانت لازم ناخد بريك. يعني ما ناخدش بريك ليه؟ مش فاهمه، هو اللي خدوا بريك احسن مننا في ايه؟ فجزء منك يقول لك احنا ضيعنا اليوم، الله يخرب بيتك احنا رايحين في 60 داهيه. الجزء التاني يقول لك احنا بنخطط، اتقل على الرز يستوي، احنا بنخطط. خلي مخك تخطيطيه، ما تبقاش منفذ، خليك مخطط. ليه بقى؟ لان السي او بتاع الشركه مش شاطر في التنفيذ، هو شاطر في التخطيط. فالبني ادم اللي بيعرف يخطط كويس ويحط بلان كويس هو ده اللي بينجح، انما اللي بينفذ ده عادي، يعني اي موظف في اي مكان بينفذ، ما فيهاش فقاقه. احنا بنعمل ايه؟ احنا طول اليوم بنخطط، بكره بقى ان شاء الله يبقى ربنا يكرم وننفذ. الفكره ان انت بتخلص يومك وانت عمال تخطط وتقول هذاكر كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، انت بتخلص يومك بجد وانت فعلا مش بتستعبط، انت بتبقى مرهق فعلا، جسمك جاب اخره ومخك جاب اخره، انت بتحس ان انت فعلا بذلت مجهود رغم ان انت ما عملتش حاجه، بس انت داخليا بتحس ان انت بذلت مجهود وبتحس ان انت مرهق وبتحس ان انت تعبان ومفيش طاقه. حتى اغلب الناس، في ناس كتير قوي بتقعد تبعت لي وتقول لي انا ما عنديش طاقه اذاكر، لان انت اصلا بتشغل بالك وبتبذل طاقتك في التفكير في المذاكره مش في المذاكره ذات نفسها. ده غير بقى جروب الدفعه اللي بيودينا كلنا في 60 ده. انت بتخش الجروب ده عشان مش تذاكر، انت عشان تقعد تقارن نفسك باللي في الجروب دول. في ناس كتير قوي اللي هو انا هخش اطمن كده اشوف هم خلصوا مذاكره ولا لا، طب هم لو جه الامتحان بالنسبه لهم هيبقى سهل ولا هيبقى صعب؟ انت شاغل بالك بيهم هم
مش بيك انت، يعني انت مركز عليهم هم. الفكره بقى ان جروب الدفعه ده عليه كل الاصناف اللي في الدنيا، فانت مستحيل واحد مذاكر 15 مره يقول لك انا ذاكرت 15 مره، هو غالبا هيقول لك انا ما ذاكرتش حاجه وما اعرفش حاجه، فانت تصدق ان هو ما ذاكرش، فخلاص انا مش لوحدي فما تذاكرش، رغم ان هو قاعد بقاله اسبوعين ما استحماش وريحته طلعت عشان بيذاكر. بس انت يا جماعه ده صاحبي يعني اكيد مش هيكدب عليا، لا هو قاعد بيذاكر عادي. فانت تحس من جواك ان طب ما لسه بدري، في ناس كتير ما فتحتش الماده. وفي جزء تاني بيبقوا مثلا دول مثلا اوائل الدفعه، فدول معروف ان هم كده كده دحيحه وبيذاكروا، فانت تقعد تقول لنفسك برضه طب ما دول ذاكروا كتير، يعني انا بقى اللي هفلح، انا بقى اللي هبقى جامد يعني، احمد زويل انا يعني، دكتور مصطفى مشرف انا يعني ما تذاكرش حاجه، انت في الحالتين مش هتذاكر. فجاه تحس ان انت ابطا واحد في الدنيا وافشل واحد في الدنيا. السوشيال ميديا عموما وقت الامتحانات بتخليك تحس ان يا اما الناس كلها ماشيه صح يا اما الناس كلها ماشيه غلط، يعني يا اما الناس كلها ماشيه صح قوي وبتذاكر قوي وانا الوحيد اللي فاشل وما بذاكرش، فانت بتحبط وما بتذاكرش، يا اما بتحسسك ان كل الناس دي جامده جدا فبما بيبين لك ان كل الناس دي فاشله جدا ومحدش فيهم بيذاكر ومحدش فيهم بيفتح كتاب، فانت تطمن برضو وتحس ان تمام انا مش لوحدي، ما في ناس كتير زيي. فانت بيبقى جواك انت مش عارف تعمل ايه، مش عارف تروح مع انهي فريق فيهم، انت مش عارف تروح مع انهي تيم، فتنهار غالبا يعني. فبيحصل لحظه انهيار هنا، بيحصل لحظه تصعيد امور، تحس ان هو لا انا تعبت انا مش عارف اعمل ايه. فساعات الطالب بيوصل لمرحله ان هو بجد مش قادر يفتح الكتاب من كتر ما هو مرهق وتعبان وبجد طاقته مستنفذه، انت خلاص كده كوك. فتبدا تحس بالذنب اكتر وتكره المذاكره اكتر وما تذاكرش اكتر والجي بي اي يركب زحليقه وينحدر اكتر ونفضل في نفس اللوب. بس انا مريت بكل هذه المراحل السعيده والحزينه لاني اتخرجت الحمد لله، التغيظكم يعني. بس اكتشفت حاجه مهمه جدا، المشكله مش اننا مكتوب علينا ان احنا نجيب جي بي اي 0.7 او 0.5، المشكله مش انك على الله ان شاء الله وانت مش بتاع مذاكره، المشكله كلها ان انت بتستنى تبقى موتيفيتد عشان تقوم تذاكر، بتستنى يبقى عندك حماس للمذاكره عشان تقدر انت تقوم تذاكر، رغم ان الحماس ده مش هيجيلك. مين هيجيله حماس عشان يذاكر؟ حتى لو جالك الحماس ده هيبقى حماس لحظي، محدش بيجيله كده ومحدش بيبقى عنده حماس ان هو يذاكر، مفيش حد بيبقى موتيفيتد 24 ساعه، مستحيل. حتى دحيح الدفعه على فكره مش بيبقى موتيفيتد 24 ساعه، هي الفكره كلها بس ان هو ما عندوش حاجه تانية يعملها، هو بالنسبه له انا بحط طاقتي كلها في المذاكره فانا ما عنديش حاجه تاني افضي طاقتي فيها. انت بسم الله ما شاء الله عندك كل حاجه. فالناس اللي بتنجح او الناس اللي بتذاكر هي بتنجح وبتذاكر عشان بتبدا حتى وهي مش عايزه، مش بتستنى لما تكون عايزه وبعد كده تقوم تذاكر. ناس كتيره تقعد تكتب في الكومنتس انا ما عنديش طاقه ان انا اذاكر، انا مش قادره اذاكر، اعمل فيديوز كتيره بتكلم عن طرق المذاكره وخطوات المذاكره وازاي تلم اللي وراك وازاي تتعامل وقت الفاينل وايه الغلطات اللي انت ما بتعملهاش وقت الفاينل. بعد كل ده واحد يجي يقول لي اصل انا ما عنديش طاقه ان انا اذاكر. مين قال لك ان انت لازم تستنى لما يبقى عندك طاقه عشان تذاكر؟ طيب يعني اعمل ايه؟ يعني ابدا يا بابا، ابدا يا حبيبي، لازم تبدا. انت مش هتذاكر غير لما ايدك تجري في المذاكره، تحط ايدك في المذاكره. طول ما انت من بعيد كده واقف بعيد وبتقول لا انا مش هذاكر، انا مش هعرف اذاكر، انا ما عنديش طاقه ان انا هذاكر، هتفضل مش عارف تذاكر وما عندكش طاقه ان انت تذاكر وهتفضل مش فاهم حاجه. حط ايدك في الموضوع ودبس نفسك، فعلا دبس نفسك، ورط نفسك على راي اخونا الدحيح. فانت اول حاجه لازم تعملها ان انت تبدا باي حاجه، ابدا وخلاص، ابدا باي ماده واي جزء، ابدا بس، ده المطلوب ان انت تبدا. تاني حاجه خلي الوقت قليل، اهم حاجه انت تخلي الوقت قليل، ما تكترش عشان ما تتخنقش، انت اصلا مخنوق خلق. عايز تذاكر نص ساعه وتقوم تريح تمام، عايز تذاكر ساعه وتقوم تريح تمام، عايز تذاكر 20 دقيقه وتقوم تريح برضو تمام، احسن من ان انت تقعد جابر نفسك على المذاكره 6 7 ساعات ومفيش معلومه بتخش مخك اصلا لان انت مش عايز تذاكر. فلا، ذاكر وقت قليل وبتركيز وبفهم والمعلومه هتثبت احسن من 10 ساعات. تالت حاجه اكيد برضو الموبايل نرميه في الزباله. رابع حاجه مش لازم تحس بالوقت المثالي او بالوقت الصح عشان تبتدي ان انت تذاكر، ذاكر حتى لو الظروف مش مناسبه، ذاكر حتى لو القلم اللي انت بتحبه خلص، ذاكر حتى لو الاستيكه اللي انت بتحبها اخوك معضعضها، ذاكر تحت كل الظروف، لان باباك اكيد هيقول لك ان هو كان بيذاكر تحت عمود امه وهو صغير، فانت ما عندكش حجه، قوم ذاكر. مش لازم تبقى نفسيتك احسن حاجه ومش لازم تبقى جاهز نفسيا ان انت تذاكر، لان كده كده مش هتجهز نفسيا، لان المذاكره اصلا بتجيب حاله نفسيه. فلو انت دلوقتي متوتر، تايه، قلقان، قرفان، طهقان، مرهق، حاسس انك متاخر، فانت طبيعي، كلكم حاسين بكده، دي حقيقه ان كلكم حاسين بنفس الاحساس، فانت مش لوحدك. واظن دي حاجه تطمنك، مش بتفهم من مشاعرك دلوقتي او بتفهم من الضغط اللي انت حاسس بيه، بس بفهمك ان مش انت لوحدك كده، في ناس كتير كده، فده ممكن يهون عليك شويه ويحسسك ان انت مش لوحدك. وصدقني تقريبا كل الطلبه عندهم نفس الصوتين اللي في دماغهم او عندهم نفس الشخصيتين دول، حد يقول له يلا وحد يقول له لا، حد يقول له طب ما نذاكر، حد يقول له طب ما تستنى، وهكذا يعني. حتى النفس اماره بالسوء، فانت دايما برضو في نفسك حتى لو انت بني ادم طيب فانت في نفس اماره بالسوء جواك، حتى لو انت بني ادم كويس هتلاقي في حاجات جواك كده، في كده جزء شر بيطلع، فانت تقول اللهم اخزيك يا شيطان اهدى مش عارفه ايه، تبتدي انت ترجع ان انت بني ادم كويس تاني. فده موجود في كل حاجه، ده طبيعي. فيلا اقفل الفيديو ده وقوم ابدا.
حالا. ولو انت داخل على حرب الفاينل حاليا ممكن تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ونفسي تخلصوا بجد فتره الامتحانات دي عشان انا اتخنقت منها اصلا، ونبتدي بقى في الاجازه ونبتدي نتكلم في مواضيع مختلفه عشان انا اتخنقت لكم، عشان واضح اننا كلنا بننهار حاليا مش انتوا بس. والى اللقاء.